السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه كده موفره شويه في الظروف اللي احنا فيها ديت. بدل ما نشتريها من بره هنعمل مع بعض الطعميه. ده نص كيلو من الفول المشوش. نقيته وغسلته كويس قوي ونقعته حوالي 12 ساعه، يعني نقعه من امبارح بالليل. الطعميه في يعني الناس اللي بيعملوها في البيت في بعض المشاكل بتقابلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض المشاكل اللي بتقابلهم، زي مثلا انهم بيقولوا ان بتبقى غامقه عن الطعميه اللي بره. ساعات ناس بيقولوا انها بتفك، ساعات ناس بيقولوا انها مكتومه. كل الحاجات دي هنعالجها النهارده ان شاء الله، بس خليكم معايا لحد اخر الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي بيشوفنا لأول مرة يشرفنا بالاشتراك في القناة، والمشتركين معانا ما ينسونيش كده بإذن الله في لايك ورفع الفيديو، يعني من فضلهم يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. أول حاجة أو أول سر معانا أو أول تكة معانا في الطعمية ديت، إن إحنا إيه اللي بيغمق الطعمية؟ إنهم بيحطوا خضرة كتير. طب أنا عاملة إيه؟ الطعمية بتحب الكرات. طيب ما فيش كرات، بنستبدله بايه؟ بنستبدله بالبصل الاخضر. بنستبدل الكرات بالبصل الاخضر لو مش موجود يعني كرات او ما لقيناهوش. وتكون طبعا منضفينه كويس، يكون العروق بتاعته ديت خضرة كده وحلوة. طيب انا دلوقتي هستخدم البصل الاخضر، خلاص مش هحط بصل تاني عشان ما تفكش مني. يبقى انا هستخدم البصل الاخضر بعروشه كده بدل البصل والكرات، يعني ده هستبدله بالبصل والكرات. اللهم صل على سيدنا محمد. طب وزي ما قلنا كده بيقولوا انها بتغمق، اعمل ايه عشان ما تغمقش؟ اقلل الخضره. طب ايه الخضره اللي انا مستخدماها؟ اللهم صل على سيدنا محمد. مستخدمه الكام بصلايه دولت كانهم بصلايه صغيره ونص حزمه من الكزبره، بس كده، مش مستخدمه اكتر من كده خضره. فده اول حاجه، اول علاج للطعميه عشان ما تغمقش مني. نقطعه تقطيع كبير كده وخلاص كده. زي ما قلت لكم مش هحط بصل، انا كده حطيت البصل الاخضر ده بدل البصلايه الصغيره. طب لو انتوا هتستخدموا الكرات يبقى تستخدموا معاه للنص كيلو بصلايه صغيره. محطش بقى بصل كتير عشان ما تفكش مننا. اهو تقطيع كده اي كلام زي ما انتوا شايفين كده. كفايه قوي كميه الخضره دي على النص كيلو. الناس بتعمل مثلا ربع كيلو ولا حاجه، تحط كميه خضره كتيره جدا فطبعا بيغمق. بالنسبه بقى للثوم، لا الثوم كتري زي ما انت عايزه. الثوم كتري عادي هيبقى حلو برده جدا. طعميه بتحب جدا الثوم. بس كده هنلخبط دولت كده على بعضهم ونبدا نضربهم في الكبه. طب اللي ما عندوش كبه ممكن يعملهم في الخلاط. بس يعمل ايه؟ طبعا لازم يحط ميه، مش معقول احنا عشان نوفر ونعمل شويه طعميه في البيت نبوظ الخلاط. نحط شويه ميه وبعدين ننزل الخليط بتاع الطعميه على مصفى، او يحط شويه ميه صغيرين وما يفضي، مش كل مره يفضي الخلاط خالص، يعني كل ما الطعميه تتضرب وتبقى ناعمه كده يزود شويه 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 مع نقطتين ميه، فممكن ما يحتاجش انه يصفيها. طيب هنا هنبدا بقى نحطها في الكبه، مش بكميات برضو. مش معنى ان احنا عايزين نوفر وان الدنيا بقت غلا واحنا عايزين نوفر ان احنا هنبوظ الاجهزه. لا، بالراحه برضو. نحط شويه صغيرين شويه صغيرين ونحط عليها شويه ميه برضو، شويه ميه صغيرين. وهقول لكم نعمل ايه، بس شويه ميه صغيرين كده. وهقول لكم نعمل ايه عشان مش كل شويه نحط ميه ونضطر نصفيها وتنزل منها بقى كل الخضره اللي فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. هضربها وبعدين هقول لكم هعمل ايه. لقيتها تقيله على الكبه وانا بضربها، زودت شويه ميه تاني وانزل بالمعلقه كده اللي في الجناب ده واكرر الضرب تاني، وبالراحه خالص بالراحه خالص على الكبه بتاعتنا. هفضل اضرب فيها لحد ما تنعم.
يا حبايبي، انا نسيت اهم حاجه اقولها لكم. للاسف ما اعرفش ايه حكايه النسو دوت، الزهايمر بقى. اهم حاجه بتخليها او تاني سر من اسرارها. السر الاولاني كان ان احنا نقلل الخضره خالص ونكتر الثوم. تاني حاجة بقى بنعملها ان انا نقعت رغيف اهوت، رغيف عادي بلدي، رغيف ولقمة صغيرة اهيت. يعني كنت محتاجة رغيف كبير شوية، فالرغيف ده كان صغير، حطيت عليه لقمة صغيرة كده ونقعتهم بتاع 10 دقايق كده في مية سخنة. هصفي بقى. انا نسيت احطه، بس الحمد لله ان احنا يعني ايه، لسه الطعمية زي ما هي، لسه ما يا دوبك اخدت شوية صغيرة منها. هصفي بقى العيش ده، صفيه خالص. ده من اكتر الحاجات اللي بتخليها هشة، وكمان بتزود الكمية. ده حاجة يعني بجد تحفة تحفة، انا عملته تحفة. والرغيف ده كمان يا جماعة بيسهل عملية الضرب برضو، بيسهل عملية ضرب الطعمية. وبالراحة زي ما قلت لكم على الكب، شوية شوية. هي بدأت اهي زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بقى عشان ما اخدش بس من وقتكم كتير؟ هعمل ايه؟ هشيل شويه واحط، يعني هشيل معلقتين ثلاثه كده واحط بدلهم، عشان مش كل شويه افضل احط ميه. هشيل معلقتين ثلاثه من اللي اتطحنت ديت واحط بدلها من اللي عايز يتطحن، وشويه شويه اعملها كلها ونشوفها مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي الكميه، بسم الله ما شاء الله. دي الكميه من نص كيلو، نص كيلو فول ب 15 جنيه. لو احنا بقى بنشتري عجينة الطعمية دي من المطعم، هنشتري دولت بكام؟ تبقى فعلا موفرة وجميلة. بس انا ولا صفيتها ولا نزلت منها اي حاجة، يعني ما صفيتهاش ونزلت بقى الخضرة اللي انا حطيتها فيها الحاجة، لا. هي زي ما هي كده، زي ما انتم شايفين كده. قوامها كويس جدا، مش محتاجة انها تتصفى وتنزل منها يعني المية اللي فيها وكده، ما فيهاش اي حاجة. هحط لها معلقة ملح، نص معلقه كمون، معلقه كزبره صغيره، وشطه، وديت طبعا حسب الرغبه. بس دي البهارات اللي هحطها فيها. ولا هحط كربونات ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه من دي خالص، هما كده وبس. عفوا الشطه. بس هقلبها اهي يا حبايبي. حطوا اللايك بقى، يلا ايه رايكم بقى؟ هناخد بقى الاكياس ونعبي، وطبعا تنفع في رمضان جنب السحور، تنفع تبقى جميله. نحاول نوفر قد ما نقدر في الزمن الغريب اللي احنا فيه ده. تحطي بقى الكميه اللي تناسبك، كل كميه كده. شوف بقى دي بسم الله ما شاء الله هتطلع كام كيس. ده بالنسبه لنا احنا كده كميه معقوله قوي. بفردها كده، انا بفردها كده اولا ما تاخدش مساحه في الديب فريزر. تاني حاجه لما اجي اطلعها تفك بسرعه، طول ما هي خفيفه كده هتفك بسرعه، مش تاخد وقت زي ما تكون متكتله على بعضيها كده اهو. طريقه حلوه جدا جدا جدا، ولا بقى فيها كربونات ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، بتطلع هشه وجميله. معلش احنا يعني الحقيقه فطرنا، فانا مش هعمل دلوقتي، انما ان شاء الله لما اعمل هوريها لكم شكلها ايه. تحفه وفاتحه وجميله، وزي ما قلت لكم ما صفتهاش، فما نزلتش بقى الفوائد اللي فيها اللي هتنزل مع الميه. اعبيها واوريها لكم. بصوا يا حبايبي، طلعت الكميه دي، يعني اقل كيس في دولت يعمل حوالي 8 طعميات الحجم ده كده. اقل كيس فيهم يعمل 8 طعميات الحجم ده. يعني لو احنا اشترينا من المطعم العجينه بتاعه الطعميه وعملناها في البيت، عشان احنا عارفين طبعا الزيت بتاعهم بيبقى شكله ايه، فاقل كيس من دولت هيبقى ب10 جنيه. دولت 6 اكياس، والكيس دوت يعني يعتبر كده ده اقل كيس فيهم. اللي انا عملته ده يعتبر الحجم، يعني الكميه بتاعته اقل من الموجوده في الاكياس.
زي ما انتم شايفين كده حبايبي، عالجنا الطعميه من كل ناحيه. منفوشه اهيت، انا حطيت عليها يعني حطيت عليها بضايه، انا بحب الطعميه بالبيض يعني. حطيت عليها بضايه زي ما انتم شايفين كده، فاتحه، تسويتها حلوه جدا ما شاء الله. بصوا قلبها من جوه، يس هي سخنه شويه، مستوي جدا جدا، جميله هشه بسم الله ما شاء الله، تحفه، ريحتها جميله وموفره جدا جدا. يا رب يعجبكم الفيديو ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، جميله 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 واقتصاديه جدا. على فكره احنا كنا قبل الغلا كنا بندور على الحاجات الاقتصاديه، وبنقول عايزين نعمل حاجات موفره وحاجات اقتصاديه، ما بالك في الزمن ففكره الطعميه ان احنا نعملها في البيت وبالطريقه ديت، وبالرغيف اللي انا كنت ناسياه وبعدين حطيته طبعا بيتحط من الاول مع الخضره والثوم والحاجات ديت، جميل جدا، بيديني نتيجه حلوه حلوه جدا. يا ريت انتوا معايا دلوقتي وكنتوا تدوقوها وتشوفوا هي قد ايه جميله وقد ايه ريحتها حلوه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله، وبرده هنعمل حاجات كده تنفعنا في رمضان باذن الله على السحور او على الفطار. دي طبعا حاجه من حاجات السحور، وربنا يسهل ان شاء الله وتتحسن الاحوال وتبقى احسن من كده باذن الله. والسلام عليكم.